من أفكر بأوروبا تجي بالي شوارع باريس، الطبيعة بسويسرا، قنوات البندقية أو وقت الغروب ببراغ. بس أوروبا أكبر بهواي، بيها دول غير معروفة مثل لاتفيا، واحدة من دول البلطيق وصار بين أستونيا وليتوانيا. دول غنية بتاريخها وثقافتها لكن ما ماخذة حقها من ناحية السياحة مقارنة بدول غرب أوروبا. لذلك شدينا الرحال وتوجهنا إلى لاتفيا. أخذنا باص من تالين عاصمة أستونيا برحلة طولت 4 ساعات. وصلنا النقطة الحدودية بين أستونيا ولاتفيا، بس كذلك ما شفنا أي شخص أو أي تفتيش على الحدود. عبرنا وهسه احنا بالأراضي اللاتفية متوجهين نحو العاصمة ريغا. أريد أشوف شكو ماكو بيها. أما الآن فوصلنا إلى ريغا عاصمة لاتفيا. خليني أشوفكم 50 يورو شنو ممكن نجيب لكم بريغا. صوبة، مراية بيها ضوء، فد إضافة جميلة، تلفزيون هنا، سرير والله لا بأس فيه حلو، مكتب، مراية. ثاني يوم الصبح طلعت استكشف المدينة، وأول شي شفته هو ساحة واسعة بوسطها تمثال يسموه نصب الحرية. تحت هذا النصب جنود 2 يوقفون كل يوم من الساعة 9 للساعة 6 يتبدلون بكل ساعة. والأيام اللي ما يداومون بها هي فقط من تكون درجة الحرارة 10 تحت الصفر أو فوق 25 بأيام الحر. هذا أول اللاتفيين. هذا هو علم دولة لاتفيا، خطوط مارونية 2 وبالنص خط أبيض. طبعا المدينة القديمة بها مباني بغاية الجمال، وهذا مو رأيي بس، منظمة اليونسكو أدرجتها تحت قائمة التراث العالمي بسنة 97. طبعا أول شيء راح يجذب انتباهكم هنا بريغا هو الساحات الواسعة، يعني على غفلة تكونون بشارع ضيق تطلعون تشوفون الساحة هي كلش كبيرة وتشوفون كنائس هواي هنا. طبعا ريغا ما تخلى من الشغلات الغريبة. هذه البناية كانت جمعية أسسوها أشخاص رافضين فكرة الزواج من الأساس، يعني قافلين. وراح تجون لهذه الساحة، ساحة هنا كلش مشهورة، وراح تشوفون هاي البيوت الاثنين. هذا متحف اسمه بيت الرؤوس السوداء. قبل ناس عزابية ما يحبون يتزوجون، تجار وقباطنة ما ادري شنو، هذا القبطان اللي يسوق السفينة شنو جمعها ما اعرف، اسسوا جمعية واشتهروا هنا بريغا، وانتهت فكرة الجمعية هذه وبقت موجودة الى الان بس بهامبورغ بألمانيا. هنا متحف، اذا عجبكم طبوا المتحف وشوفوا التاريخ وهالامور، او تجون انا اطق لكم كم صورة وتروحون. يعني احتلوها السوفيت من عام 1944 لحد 1991، وهذه مدة ليست بالقصيرة. لذلك راح تشوفون آثار الاتحاد السوفيتي ظاهرة إلى اليوم بهواي أماكن بالمدينة. صدق تحسون نفسكم أنتوا كنتوا بدولة من دول الاتحاد السوفيتي. حسيت الحياة أبطأ من دول غرب أوروبا، أو أقدر أقول أبسط بهواي. جنابر ناس يبيعون مخضر بالشارع. بهذا المكان موجود واحد من أكبر الأسواق المحلية بأوروبا، اسمه ريغا سنترال ماركت. أكبر سوق مغلق بأوروبا كله. هذا أكشاك بس يبيعون لحوم فقط. هنا حسب ما قرأت كلحوم يحبون هو لحم الخنزير، بس هذا هنا شفت واحد مكتوب حلال هنا ومعلق علام هاي السعودية وكذا، وهذه اللحوم كلها حلال، فيعني أكو أمل بالنسبة لجماعتنا. هذا هنجر مال ملابس، هذا هنجر مال مطاعم. I would like to have one goulash with beef. هسه خلينا نجرب هذا البيلاش. هاي ب1 يورو هنا. لما تشوفون لحم وبصل مثل البورق نوعا ما، بس كلش طيبة. 1 يورو. فتشي تعلمته هنا بدول البلطيق يعشقون فتشي اسمه شبنت، تلقوه بكل أكلة، بالسي فود بالسوق كل شيء. العطارين هنا تشوفوهم هواي، السجق كمان موجود هنا بكثرة. يعني صح هسه احنا هنا بأوروبا بس دا اشوفوا هواي شغلات مشابهة لثقافتنا احنا. مثلا شوفوا هنا طرشي بالضبط اللي نسويه احنا بالعراق. هذا الهنجر مخصص لبيع الأسماك مثلا، وهذا سمك الكارب هنا يسموه الكاربا نفسه. وهنا بلاتفيا مشهورين بسوق بارد يسووه من الشلغم، فد شويه راح نجربه. واحدة من الشغلات اللي كلش متحمس اجربها هو السوق البارد. هنا مشهور كلش بالسوق مال الشلغم، ويخلون بيه بيض وشبنت. والله كلش خايف. وبعد ما أكلنا رحنا الحي قريب من السيتي سنتر. هذا الحي هو مجموعة من الشوارع كلها بهذا الشكل، بيه تقريبا أكثر من 800 بناية، مباني سكنية على طراز الآرت نيفو أو الفن الحديث.
مختلف الأشكال والتصاميم والألوان، يعني تحسها مثل المنافسة بالتصميم، منو اللي يصمم البناية الأحلى. إذا رحتوا الريقة بيوم من الأيام فخلوا بالكم إنه تطولون أكثر حتى تستمتعون بها أكثر، وراح تشوفون بساطة الحياة هنا. هنا بدأت وهنا تنتهي رحلتنا بمدينة ريغا عاصمة لاتفيا. مدينة كلش حلوة كانت، استمتعت بها كلش هواية، جربت بها هواي أكل، وهذا كان الهدف الرئيسي من رحلتنا. والهدف الثاني انه نزور هذا السوق المغلق اللي هو اكبر سوق مغلق باوروبا. وهسه راح اخذ هذا الباص الاخضر اللي وراي ونروح الدولة الجديدة، فانتظرونا نشوفكم بالفيديوهات الجاية. سلام.